الآن عندي فقرة جميلة وحلوة ورائعة ومميزة، ونجم هذه الفقرة شخص نحبه كثير بالذات الطلاب، وأتوقع حتى الآباء نحبه كثير جدا، يعني هذا الرجل ترك بصمته في نفوس أبنائنا. بعد ما تخلص الفقرة راح أقول لكم ليش هذا الكلام صار. نسمعها وياكم. شفى الأرواح والأبدان، حياتي أحلى بالقرآن، حياتي أحلى بالقرآن، دعاء روحي مدى الأزمان، على قلبي عظيم الشان، رفيقي دوم في الدنيا، حياتي أحلى أتوقع وأعتقد أنه كان يستاهل الكلام اللي قيل قبل أن نسمعه الأستاذ خالد الضيف مشكورا. بدأ معي هذا البرنامج قبل أن يتقاعد. أنا أكبر خسران في هذه المدرسة بخروجه، ولكن أسأل الله أن يوفقه لكل خير. بكل أمانة كان يعني داعم لكل برامجنا، يعني الكلمات تعجز بكل أمانة. هو ما كان معلم فقط، كان أخ ومربي وقدوة. عليكم زواج حياتي أحلى بالقرآن. بالفعل كانت هذه الكلمات هي مبدأ انطلاقتنا في برامج القرآن. تكريم بسيط لإدارة المدرسة الأستاذ خالد الضيف. على قلبي عظيم الشان، رفيقي دومي في الدنيا، حياتي أحلى بالقرآن. كتاب الله لنا دستور، لنا يرسم طريق النور، معه أحيا وأنا مسرور، شفى الأرواح والأبدان، حياتي أحلى بالقرآن.